اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم المطبخ بتاعي ونعمل مع بعض روتين بسيط كده. طبعا ده مش روتين يومي ولا اسبوعي ولا شهري، انا كل ما بلاقي المطبخ بادئ ان هو يتكركب فانا ببدأ ان انا انضفه. بدأت بقى بالظرف اللي فوق، نضفتها كويس، فهي الظرف دي بعيدة عن ايدي فما كانتش متبهدلة قوي. الظرف بقى اللي تحت هي اللي اخدت مني وقت شوية لان انا كل استخدامي يعتبر منها. هنا بقى الحوض كان مليان مواعين وكان فيه بواقي اكل اللي هو قشر البطاطس وقشر البيض والحاجات دي، فقلت اشيلها الاول عشان ما تصدرش الحوض وابدا بقى اغسل المواعين كده على نظافه. انا مش بستخدم منظفات جاهزه، البريل والكلور والحاجات دي في محل انا بجيب منه كويس جدا وبصراحه حاجته احسن من الجاهزه كمان. انا عندي فوق الحنفيه قطعه كده بنصفي فيها الاطباق والكوبايات والحاجات دي، بس لازم افرش قطعة فوطة بنشف بقى عليها صينية طبق بلاستيك حاجات زي كده، يعني بغير الفوطة كل يومين. ده بقى اول فيديو روتين اعمله على القناة، فمتحمسة جدا اشوف رأيكم فيه. انا متجوزة بقالي ممكن 5 سنين، ومن اول ما اتجوزت وانا بتحايل على الحاج صاحب البيت ان انا افتح قناة، وهو كان رافض الفكرة تماما، ومهما احاول اقنعه بكل الاساليب وبكل الطرق هي لا، يعني لا، اللي هي فكرة فاشلة اصلا. على الرغم انا متجوزة وانا اصلا معرفش اعمل رز، معرفش اقلي بطاطس، معرفش اعمل اي حاجة خالص، بس كنت حابة الفكرة وحابة المجال وحابة ان انا ادخل السوشيال ميديا. انا من طبيعتي ان انا بحب اعمل كل حاجة، يعني لو شفت حاجة وانا مش عارفة هي بتتعمل ازاي لازم اسأل واعرف وادور وراها، دي بتتعمل ازاي اصلا، هعملها يعني هعملها. فانا الحمد لله قعدت اول سنة كده ابوظ، مرة تظبط مرة تبوظ مرة نص نص وهكذا بقى، لحد ما الحمد لله انا مش بشكر في نفسي ولا حاجة، بس انا اكلي الحمد لله زي الفل يعني. وكنت بفتح اليوتيوب لما اكون عايزة اعمل اكلة واشوف شيف واتنين وتلاتة واربعة، لحد ما اشوف شيف مثلا والاقي الشيف ده مناسب معايا، امكانياته بسيطة في الاكلة دي، بيدي المعلومة بطريقة سهلة ومش مضخم الدنيا قوي، بعملها وببدأ ان انا اعتمدها. وكنت كل ما اقول بقى خلاص انا عايزة اعمل قناة، انا كنت بزن كتير قوي على الموضوع ده، فيقولولي على ايه، هو انتي بتعرفي تعملي ايه، انتي ما بتعرفيش تطبخي اصلا، هتعملي قناة هتقدمي للناس ايه، هتعلميهم ايه؟ لحد ما الحمد لله ربنا اكرمني واتعلمت وبقيت بعمل الاكلة بطريقة واتنين وتلاتة، والحمد لله كلهم بيظبطوا وبيطلعوا احلى من بعض. وطبعا ما اقدرش انسى فضل مامتي وحماتي، لان الاتنين دول حرفيا طلع عينهم معايا لحد ما اتعلمت. ربنا يا رب يبارك لهم ويديهم الصحة ويشفيهم ويخليهم ليا. واما لقيت نفسي خلاص بقى ان انا خلاص بقيت متمكنة في المجال ده، فقررت ان انا افتح الموضوع تاني مع الحاج صاحب البيت، والحمد لله وافق ان انا افتح قناة، على الرغم ان هو من جواه مش مقتنع اصلا ومش متقبل الفكرة، بس هو وافق عشان يريحني وسابني اجرب. ربنا يا رب يبارك لي فيه ويحميه ويحفظه. والحمد لله انا بدأت ان انا انزل شغل على القناة، رغم ان الموضوع مش سهل ابدا بالنسبة لي، لاني طبعا معايا اطفال في الحضانة، معايا بنتين في الحضانة ومعايا بيبي لسه صغير، بس انا بعافر لان انا بعمل حاجة انا حباها من جوايا، وانا حابة الفكرة وحابة المجال ده، ودي حاجة نفسي فيها من زمان. وطبعا بعضهم بيقول ان دي حاجة جديدة عليها فهي فرحانة بيها ويومين وهتزهق ومش هتنشر تاني، بس انا باذن الله مكملة، وباذن الله القناة هتكبر وهتكبر بيكم.
وبس كده. يلا بقى نرجع للروتيننا القمر الجميل. شايفين الفرش دي؟ الفرش دي تحفة في تنظيف البوتاجاز، تنظيف العيون. لو في بواقي اكل لازقة ومش عارفة تطلعيها بالسلكة او بالليفة او كده، جربي تستخدمي الفرش دي فيها من غير دعك كتير ومن غير اي حاجة، هتلاقي العين بقت بتلمع. البوتاجاز طبعا اي اكلة بتتعمل عليه لازم بعدها يتغسل. انا ساعات قبل ما الاكل بيستوي لازم اغسله كمان، اشيل الحلل وبعد كده اغسله وبعد كده احط الحلل تاني تكمل سوا. انا لما بشوف البوتاجاز مش نضيف انا نفسيتي بتتعب اصلا. المطبخ عندي كان مكركب جدا، ولادي بيسيبوا اللعب ويدخلوا يجيبوا الاطباق والرفايع ويقعدوا يلعبوا بيها. ايه رأيكم في تلميع البوتاجاز؟ والله قمر. شايفين العيون اللي انا عملتها بالفرشة؟ نضفت جدا مع ان كان لازق فيها بواقي اكل. الباكت ده 3 فرش مع بعض، واحدة ناعمة قوي وواحدة متوسطة وواحدة خشنة جدا. انا بعمل بالمتوسطة. حتى العيون بتاع البوتاجاز غسلتها بيها برضو، خلتها جميلة جدا. وهنا بقى كنت خلاص خلصت، وبدأت بقى ان انا اطوق المطبخ كله، خليته كله بيلمع. وهنا كنت خلاص خلصت. يلا بقى شجعوني بلايك للفيديو واشتراك للقناة.